كل المتابعين يا رب دايما في احسن صحة واحسن حال. النهاردة انا جربت الزيت ده ولازم اطلع اقول لكم رأيي فيه، لان انتوا اتعودتوا مني ان انا بقول لكم الصراحة في اي منتج انا بجربه. ده تاني مرة اجرب الزيت دوت. جربته قبل كده لحد الاخر خالص وهو لحد ما العبوة خلصت، وبعدها جربت منتج تاني. المنتج التاني ده صراحة انا ملقتش منه النتيجة اللي انا عايزاها، ورجعت جربت المنتج ده مرة تانية. ما استنيتش لحد ما الازازة تخلص، لان انا لقيت نتيجة من الكمية الصغيرة اللي انتوا شايفينها ديت. بس الكمية دي القليلة دي انا لقيت منها نتيجة، اتحمست جدا وقلت انا لازم اطلع اعمل لكم فيديو علشان اقول لكم رأيي في الزيت ده والمنتج ده. اولا، الزيت اللي معانا ده اسمه زيت رغبوري. زيت رغبوري ده بيتباع عن طريق شركة. اللي حابب يعرفها هسيبها له في صندوق الوصف. الشركة دي هي المكان الوحيد اللي بتقدري تاخدي منه الزيت. على فكرة يا جماعة، الفيديو ده مش اعلان خالص، انا منتج جربته بجد وبقول لكم رأيي فيه بكل امانة وبصراحة، وحاجة لقيتها بجد قلت لازم ادلكم معايا واعرفكم معايا، لان الواحد ما بيعرفش الحاجة ولا النتيجة بتاعتها الا بعد تجربة. ولما بيبقى حد مجرب وبيقولك عليها ده بيوفر عليكي طبعا ان انت تروحي تستخدمي اي حاجة من غير ما تبقي عارفة عنها اي معلومات. لا، اللي مجرب قبل كده بيقولك عنها كل حاجة، بتبقي رايحة وانت فاهمة ايه اللي هيحصل من المنتج ده. بجد الزيت ده اسمه زيت رغبوري. بجد زيت سحري ده بأمانة، ورأيي فيه بكل صراحة. الكمية الصغيرة اللي انتوا شايفينها دي خدت منها نتيجة للشعر، خليته ناعم جدا. اولا انا جربته انا وبناتي. انا ليا بنتي 6 سنين، شعرها كيرلي شوية. بجد اداني نعومة لشعر بنتي وطراوة في منتهى الجمال. هي حتى ملاحظة الفرق وفرحانة جدا بشعرها، قالت لي ماما شعري بقى ناعم وجميل. وده لينا كلنا. انا بستخدمه عشان منع التساقط، وعندي فراغات كبيرة جدا من التساقط ده. طبعا المنع التساقط مش هتلاحظيه بالعبوه الكميه القليله المستخدمه دي. لا طبعا لازم تخلصي العبوه كلها وتستخدميه كورس لمده 3 شهور. يعني ممكن تستخدمي 3 ازايز علشان تاخدي نتيجه قويه لملء الفراغات ومنع التساقط. بس منع التساقط بتحسي بيه تدريجيا من اول ازازه. صراحه انا الازازه الاولانيه اللي خلصتها لقيت منع تساقط شعري تماما، وابتدى يظهر بيبي هير كده، شعر صغير، والفراغات ابتدت تتملي. لكن انا لما سبته طبعا شعري رجع ساق تاني، انا وبناتي، ورجعت له تاني حسيت بفرق شاسع بينه وبين اي منتج تاني بامانه. الكميه القليله اللي انا مستخدماها دي لاقيه فيها النعومه. ما هتحسي بالنعومه من اول مره هتستخدمي فيها المنتج. من اول مره هتستخدمي فيها الزيت ده هتحسي بنعومه جامده جدا في شعرك. هيبتدي تدريجيا الفراغات والتساقط يتمنع. بس احنا قلنا طبعا قبل كده ان لازم استخدم شامبو يساعدني علشان امنع التساقط. يعني احنا قلنا في فيديوهات قبل كده ان لازم استخدم شامبو يساعد الزيت معايا ان في منع التساقط وملء الفراغات. لكن بامانة الزيت ده كفيل لوحده ان تبتدي تحسي بمنع تساقط الشعر تدريجيا. طبعا ان استخدمت معاه شامبو يساعده في كده هتحسي بالنتيجة دي اسرع واقوى، لكن هو لوحده بأمانة كفيل ان هو يبتدي يمنع تساقط الشعر تدريجيا. زي ما انتوا شايفين كده العبوة معايا من جوه فيها اعشاب. العشب ده هو عشب الرغبوري اللي بيبقى الزيت مستخلص منه، وانتي بتستفيدي من الاعشاب دي كويس جدا. بيبقى كده انت زي ما انتوا شايفين كده الكمية اللي احنا مستخدمينها بين حبة من العشب وكمان الازازة كلها.
وده هوريهولكم في الفيديو دلوقتي. الازازه كلها باين منها الاعشاب اللي جوه الزيت. الزيت ده احنا بنجيبه في حدود تقريبا 270 حاجه كده، غير طبعا فلوس الشحن، غير طبعا بقى فلوس الشحن على حسب كل منطقه تكلفه الشحن ليها كام. زي ما انتوا شايفين كده. طريقه استخدامه ايه؟ طيب الزيت هو ليه طريقتين، انا بستخدمه بطريقتين. اول طريقه بعمله حمام زيت، وبحط عليه البروكاب وبسيبه من ساعه لساعتين، وبغسل شعري عادي جدا. دي اول طريقه. تاني طريقه اللي انا بستخدمها اكتر صراحه وعلى طول، ان انا بستخدمه زيت عادي بعد اي حمام ليا ولولادي، وتقريبا بيقعد مثلا يومين 3 ونبتدي يتغسل الشعر عادي تاني جدا، مديني نفس النتيجة بتاعت حمام الزيت بالظبط. الطريقتين هيدوكوا نفس النتيجة تماما. هتلاقوا منع التساقط، ملء الفراغات، وان انت شعرك هتلاقوا شعركوا ناعم. ده من اول استخدام. بجد زيت مش هتندموا ان انتوا تجربوه نهائيا، وزيت يستحق ان انتوا تجربوه. منتج بجد، يعني انا شايفة ان هو ما ينفعش تغيروه، لان انا لما غيرته انا يعني خدت نتيجة مش حلوة خالص ورجعت له تاني. الزيت دوت يا جماعة ملوش اضرار. لا، الزيت دوت ليه اثار جانبية. اولا انا بوريكم اهو شكل العبوة اللي انتوا هتجيبوها من عن طريق الصفحة اللي هسيب لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف. ده شكلها كده زي ما انتوا شايفين، الاعشاب في الزيت كلها، وهوريلكم باين جدا من ظهر الازازة ان الزيت فيه عشب رغبوري اللي انت بتستخلصي منه الزيت، وبيديك النتيجة السحرية بجد. عجباني جدا بجد، عجبني جدا النتيجة اللي لقيتها السريعة، عجباني قوي. الزيت دوت ملوش اثار جانبية. لا طبعا ليه اثار جانبية، وده حتى اللي بتاخدي منها، اللي بتطلبي الاوردر منها بتقولك عليه. اولا ما ينفعش يستخدم للحوامل، ولا للناس اللي بترضع، ولا للاطفال اللي تحت سن 5 سنين. ليه؟ لانه في مادة قوية. المادة دي ممكن تعلي الضغط شوية لأي حد حامل او بيرضع طبيعي يعني، او للاطفال طبعا بيبقى تقيل شوية عليهم. فهو ما ينفعش يستخدم للحوامل ولا للناس اللي بترضع ولا للاطفال. لكن غير كده هو امن جدا وكويس جدا، وبتستفيدي منه بطريقة حلوة قوي. اللي هو الكورس بتاعه لمدة 3 شهور بتاخدي منه النتيجة بقى اللي احنا قلنا عليها. تطويل الشعر، وملء الفراغات، ومنع التساقط، وبيخلي الشعر ناعم جدا معاكي. يا رب النهاردة تكون الناس كلها اللي سألتني عن الزيت اللي بيستخدموه لمنع التساقط والتنعيم الشعر ايه هو، يا رب ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو ده وعجبكم. واستنوني ان احنا هنجرب ان شاء الله منتجات تانية قوية جدا برضو، بس انا مش عايزة اقول لكم دلوقتي عنها الا لما اجربها الاول واقول لكم رأيي فيها بكل صراحة. ان شاء الله باذن الله تستفيدوا من كل تجربة ومن كل فيديو، ان شاء الله يكون استفادة ليكم قوية جدا. وزي ما انتوا شايفين كده الازازة عبوة تقريبا 150 ملي، بتقعد معاكي لمدة شهر لو انتي لوحدك اللي بتستخدميها، او ممكن تقعد اكتر كمان. لكن لو زي ما انا كده جايباها ليا انا وبناتي، ممكن تقعد معايا شهر بالكتير قوي، وبحتاج ان انا اجيب واحدة غيرها يعني. يا رب ان شاء الله الفيديو تكونوا استفدتوا منه، واستنوني بقى في فيديوهات تانية ان شاء الله قوية باذن الله اقول لكم على تجربتي بكل امانة وبصراحة. ما ننساش نعمل لايك للقناة ومتابعة للصفحة ولايك للفيديو علشان يرفع وناس كتير تستفيد منه، واشتراك في القناة عشان يوصل لكم بإذن الله كل جديد، وكل تجربة جديدة انا هعملها واقول لكم عليها بإذن الله ان شاء الله. بحبكم جدا في الله. اسيبكم على خير واشوفكم على خير في فيديوهات تانية مفيدة وصادقة جدا، وبقول لكم التجربة بتاعتي بكل امانة فيها.
سيبكم على خير واشوفكم على خير ان شاء الله في حفظ الله ورعايته. مع السلامة.